يختلف عليها أحد، مثل قضايا القدس والنيل وسوريا. وأنا ما زلت أؤكد على هذا النداء: ما يجمعنا جميعاً مصلحة وطننا. أتطلع إلى المعارضة الوطنية لكي تلبي النداء. إنني أسمع أحياناً من يقول أن الرئيس يتحدث لأهله وعشيرته، وكل أهل مصر أهلي وعشيرتي. كل المصريين أهلي وعشيرتي. أريد الجميع أن يلبي النداء وأن يشارك بإيجابية في بحث كل هذه القضايا الداخلية والإقليمية العربية والإسلامية. لقد رفضت قوى المعارضة، بعضها رفض مراراً وتكراراً الاستجابة للنداء والحوار. أنا أحترم قرارهم، لديهم أسبابهم الخاصة بعدم تلبية الدعوات، ولكني أتحفظ على ذلك بالنظر إلى التحديات المشتركة التي تواجهنا في الداخل والخارج. إن الشباب المصري الغاضب من هذه القضايا. لماذا لا نتعاون جميعاً لكي توظف كل الطاقات في مصر، طاقة الثورة والتغيير في البناء، سواء في الشأن الداخلي المصري الذي له الأولوية المطلقة، أو في القضايا الإقليمية الكبرى التي تعتلي سلم أولويات سياساتنا الخارجية الآن، والتي هي بالضرورة جزء لا يتجزأ من حاضر ومستقبل مصر وأمنها وأمن أبنائها في المستقبل. إن من